فيديو جديد النهارده. عايز اكلمكم على الابلكيشن اللي شغال عليه جديد، ابلكيشن كار فولف. هحكي لكم سريعا الابلكيشن من ايه ومعمول ليه بالظبط. الرايت ناو بوزيشن، احنا دلوقتي فين، لان احنا لسه اندر ديفلوبمنت، وايه المشاكل اللي بتقابلنا. لو في حد يقدر يساعد او حاجه يعني، او عنده اي نصايح، I'm happy to listen يعني. اول حاجه الابلكيشن ده المين ايديا بتاعته ان هو بيخدم الكار اونرز او صحاب العربيات في مصر، بادئين بمصر. ان انت الناس دلوقتي عندها مشاكل ان هي مش عامله تراكنج للمينتيننس بتاعتهم. يعني في ناس في الضمان او في التوكيل دي خلاص، دول خلاص هو كل 10,000 كيلو بيروح والضمان او التوكيل بيبدا ان هو يعمل له الصيانه بتاعته. في ناس بتخرج من التوكيل، في ناس خلاص فتره الضمان بتاعتها خلصت، اللي هي ال 120,000 كيلو او 100,000 كيلو والثلاث سنين او 5 سنين. فالناس دي بقى بتبدا ان هي خلاص كل 10,000 كيلو كده كده بيغير ايه، زيت وفلتر زيت، خلاص دي حاجه طبيعيه، وبيحط بنزين وبيزود ميه. ده كل اللي هو بيعمله في عربيته. فبتبدا مشاكل كتيره تحصل في العربيه، وتبدا العربيه تدبريشيت وتنزل قيمتها بسبب مشاكل كتيره اللي بتحصل. وده بيبقى سبب ان احنا مش مكملين على الصيانات اللي التوكيل كان المفروض يعملها. لان كان في صيانات المفروض تكمل عليها كل فتره، محتاج فلتر البنزين يتغير، فلتر الهواء يتبص عليه ويتغير، فلتر التكييف، كل الكلام ده. كل حاجه انت بتهمل فيها فهي بتسبب لك مشكله فيما بعد في القطعه دي او في الجزئيه دي. العربيه مينلي بتاخد ايه؟ العربيه بتاخد بنزين وبتاخد هواء. طب انت الهواء اللي داخل لك ده بيعدي على فلاتر، البنزين اللي داخل لك ده بيعدي على فلاتر، عندك المساعدين بتاعتك والمقصات بتاعتك والكلام ده كله، في جلب بيركب عليها. لو انت قصرت ان انت تغير الجلب دي كل فتره بتنشف وبتبقى حجر، وبتأثر على المساعد او بتأثر على القطع اللي موجوده في العفشه، وبتأثر على سواقه العربيه، بتأثر على كل حاجه. وهي كلها دايره مقفوله، فاي قطعه انت بتهمل فيها ممكن تأثر على 3 4 حاجات حواليها، مش هي بس، لان هي كلها العربيه دايره مقفوله. ده مينلي فكره الاب بقى بيعمل ايه؟ الاب بيبدا ان هو يسجل لك الحاجات اللي انت بتعملها. لو عربيتك ماشيه كذا الف كيلو اهو، وانت 120,000 كيلو وانت غيرت لها 1 2 3 4، تبدا ان انت تخش على الابلكيشن تسجل الحاجات اللي انت عملتها. وبلس ان الابلكيشن بيشوف انت ماشي كام الف كيلو، بيبدا ان هو يعمل لك بلاننج للفتره الجايه، انت المفروض تغير ايه والمفروض تعمل ايه وكل الكلام ده. هو بيعمل لك حاجتين، بيدوكيومنت القديم او اللي انت بتعمله، وبيبلان اللي انت المفروض تعمله او المفروض تخلي بالك منه. ماديات مش كويسه، بيبقى في ظروف ان انت مش قادر تروح تعمل صيانه لعربيتك، بيبقى في حاجات كتيره ممكن تعطلك ان انت تهتم بعربيتك او تغير حاجات انت المفروض تعملها. فالابلكيشن بيقدم بقى فيتشرز زي ان انت ممكن تاجل ميعاد الصيانه، تبقى انت عارف هتأجلها 2000 كيلو، هتأجلها 3000 كيلو، هتأجلها 15 يوم، ايا كان وقت او عدد كيلوهات. طيب عندنا مشكله في ان احنا بنتراك احنا بنصرف على عربياتنا كام، في محفظه معموله للعربيه، انت عارف انت العربيه دي صرفت منك كام بالظبط على قطع غيار والصيانات ومصنعات والكلام ده كله. بلس ان انت كل مره بتسجل صيانه فيها، فانت مش بتسجل صيانه وخلاص انا غيرت فلتر بنزين، لا انت بتكتب غيرت فلتر بنزين منين، والبراند بتاع فلتر البنزين ده ايه، واشتريته بكام. فالمره الجايه لما تيجي تغير فلتر بنزين تبقى انت عارف انت غيرته اخر مره ايه. لان دي مشكله تانية برضو بتقابلنا، مثلا فور اكزامبل زيت الفتيس بيتغير كل 60,000 كيلو، فده ممكن يطول مع الناس، يقعد سنتين او اكتر. فلما تيجي تغير زيت فتيس تقول ده انا المره اللي غيرت ايه، فتروح تسال الميكانيكي، فالميكانيكي يفتكر لك او يتوقع لك. فبرضو ده كل الكلام ده ممكن في مره غلطه زي دي تأثر على حاجات كبيرة بفلوس كتيرة. بتكلم في فتيس ممكن تحط له مواصفة غلط يأثر على أدائه، مش هيبوظه بس يأثر على أدائه، بدل ما يقعد معاك 5 سنين يقعد معاك سنة ونص سنتين. كل الكلام ده بيفرق معانا. مش بتسجل بس الصيانات اللي انت عملتها، لا انت بتسجل أنواع، صينت فين، اشتريت قطع غيار منين، براندات قطع الغيار ايه. والابلكيشن يبدأ يعمل لك داتا اناليسز لعربيتك انت بس، كل قطعة من دول بتقعد عندك قد ايه، بتغيرها كل قد ايه، وايه المشاكل اللي بتحصل فيها، كل الكلام ده. فانت عندك زي كده عقل مركز مع عربيتك بس، من صيانات بتعملها لصيانات المفروض تعملها لتأجيل صيانات عايز تأجلها، كل الكلام ده واكتر. كلمة اكتر دي وراها كتير، لان انا في دماغي افكار كتيرة جدا عايز اعملها في الابليكيشن، بس مش عايز انزلها كلها في الاول. حابب ان انا انزل الابلكيشن خلاص اول فيرجن دي تبقى يعني هو الموضوع ببساطه زي ما انا قلته كده، ان هو بيدوكيومنت اللي انت بتعمله، وكمان بيبلان اللي انت المفروض تعمله. فانت عندك ابلكيشن لم كل حاجه عن عربيتك،
قدام في حاجات كتير قوي، في اوبورتيونيتيز كتير قوي نقدر ندخل فيها ونقدر نقدمها. يعني دي كانت كل حاجه عن الابلكيشن، اتمنى ان شاء الله يعجبكم، او احتمال ينزل في نص شهر 8 الجاي. دلوقتي بقى احنا اندر ديفلوبمنت، انا شغال برياكت نيتيف بلس اكسبو، وشغال بكلود كود طبعا بيسهل جدا الديفلوبمنت. دلوقتي احنا مقدمين على ابل ديفلوبر بروجرام عشان نقدر ان احنا نتست الابلكيشن على اكسبو جو على ايفون، لان انا معيش حد قريب اندرويد او كده عشان اقدر اتست عليه. كده كده هنحتاج الابل ديفلوبر بروجرام عشان نابلود ابلكيشن على الاب ستور. هما طبعا بيطولوا في الحته دي، فانا بس واقف عليهم. خلاص ان شاء الله نبدا نتست، والموضوع ان شاء الله مش هيطول معايا لان انا بقى لي فتره اصلا بديفلوب فيه قبل الموضوع ده. لو انت كملت الفيديو لحد دلوقتي فشكرا جدا ليك. الفيديو عجبك اعمل لايك، لو عندك اي كومنتس او حاجه في دماغك عايز تضيفها او حاجه مش عاجباك وات ايفر اكتب ده على طول. شير الفيديو ده لو شايف ان في حد ممكن يكون انترستد في ابلكيشن او ممكن يضيف لنا حاجه او ممكن يدينا فيدباك. وطلب اخير، لما الابلكيشن ينزل نزلوه، واهم من ان انتوا تنزلوه ان انتوا تدونا فيدباك عليه، لان ده رقم واحد بالنسبه لي. اول 100 يوزر على الابلكيشن باذن الله دول اهم حاجه ان هم يدونا فيدباك عشان نبدا ان احنا نفضل نكيب اوبتمايزنج من الابلكيشن لحد ما يديكوا اللي انتوا محتاجينه. واخيرا اعرفكم بمالك، هو قاعد معانا من اول الفيديو، بس ده اخويا الصغير. يعني هو تقريبا بيسمع عن الابلكيشن كده زيكم بالظبط، اول مره يسمع عن الابلكيشن بالشرح المفصل ده. يعني هو كان عنده فكره بس ده اول مره يسمع عن الابلكيشن. قول لهم باي باي يا مالك.